في كلامه. خد يا محمود 5000 جنيه اهم. كل شهر وانت طيب يا إدارة. وانت بالصحة والسلامة، يلا اخلع. بنت سوزي، انا عازمك على الغدا بعد الشغل النهارده. ايوه بقى. خد يا سمير 5000 اهم، اعدهم. هعد وراك برضه يا إدارة. طب يلا ورينا عرض كتافك. خد يا بت سوزي 6000 اهم، مش خسارة فيك. حبيبي يا مدير. على تليفونات يا بت. يلا يا شفلة. خد 3000 اهم. كم؟ 3000 واحمد ربنا انك خدتهم. لا ان شاء الله ما كلهم واخدين خمسات وستات. عشان كان بيجوا الشغل وما بيغيبوش زي سعادتك. هو انا يعني لما بغيب ليه يا مدير؟ ما انا بغيب عشان اتكتك واخطط. تكتك وخطط بعيد عني يا اخويا. مدير حرام عليك يا مدير، دول عليها صوت. انا مالي يا عم. تعالى شغلك وما تغيبش وانا اديك المرتب كامل. طب ما هي سوزي ما بتجيش الا الساعة 11 وما بتشتغلش غير ساعتين بس. ساعتين بس فيهم الخلاصة. طب هي بتعرف تلخص يا مدير؟ انا هلخص ازاي؟ يا ابني بلاش غلبة بقى، ما تتعبنيش. الموظفين كلها بتقبض من سكات وانت اللي كل شهر عامل لي دوشة. بحبحها شوية يا مدير. يا حموكش انت بتغيب كتير قوي. مدير والله وجودي زي عدم يا مدير، انت اللي محنبظها. يعني ايه وجودك زي عدمه؟ مدير احنا مجرد كمالة عدد، الخير والبركة فيك انت يا قائد. بمعنى؟ يعني احنا لو غبنا مش هنأثر على الشركة، انما انت يا قائد ما ينفعش تغيب خالص، انت الاساس. من غيرك نروح في داهية. هو ده الشغل اللي احنا بنشتغله، ده انت تعمله بصباع رجلك الصغير. احنا بنيجي الشركة بس عشان نونسك. تصدق عندك حق يا. هات ال3000. اتفضل يا مدير. يلا اتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ ما خدتش فلوس انا. يا واد مش انت لسه قايل ان مالكمش لازمة وان انا اللي بعمل الشغل كله؟ انا اقتنعت بكلامك. يعني ايه؟ يعني حرام عليا اما ادي 3000 لواحد ملوش لازمة. مصبر الوحش عالجحش. جدع اديني الفلوس بقى، ما تفرهدنيش. في مستنية القبض ده. هتاخد ال3000 ولا ما تاخدش حاجة خالص؟ هات ال3000. مكمل اول. ماشي. والله انا اقول لمراتك انك ماشي مع سوزي. خد يا. مش جاي. انت تعرف مراتي منين يا؟ جت الشركة هنا قبل كده وسألت عليك. الله، طب وانا كنت فين؟ كنت بتتصرمح مع سوزي. وقلت لها يلا اخرب بيوتكم. قلت لها بالزور واحد صاحبك تعبان في المستشفى. جدع يا، انا مبسوط منك. ويا ريته تمر. خد 2000 كمان اهم. انا مش على الفلوس والله يا مدير، انا خايف عليك انت لا تتقفش في مرة. دي شكلها ولاد صعبة وشرانية. انت خدت بالك؟ عيب عليك يا مدير، ده انا خبرة. مش عارف عايزة مني ايه الولية دي. انا خدت واديت معاها شوية كده في الكلام، وبيني وبينك شكلها مدبرة لك خازوق كبير. قالت لك ايه؟ قولي. لا ما هي دي اسرار عملاء ما ينفعش احكيها. عملت ايه؟ انجز يا حموكشة. لا دي قالت لي سر بيني وبينك، وانا ما ينفعش اخون الامانة. الولاية ارتعت لي وفضفضت لي وادتني سرها او مفضحها. 2000 كمان اهم. اعذرينا مدام هالة عليا اقساط. قول بقى. انت كان ليك سبق قبل كده مع واحدة اسمها سوسن؟ ايوه، وكان يوم اخبر يوم ما عرفتها. المدام بقى مفكرة انك بتخونها مع سوسن. يا دي النيلة، ما كنا خلصنا من الموضوع ده. وجت هنا ونزلت تحت المكاتب وقعدت تدور وفي الحمامات وفضحت الدنيا، واطلع يا سوسن ان سوسن تطلع مفيش سوسن. ها وبعدين؟ قلت لها سوسن يا مدام المدير بتاعنا ده محترم. حبيبي. قالت لي اسكت انت ما تعرفوش، وقالت كلمة قبيحة كده بصراحة مش قادرة اقولها لك يا مدير. قالت ايه يا حموكشة؟ لا لحد هنا الصب يا مدير. انجز يا حموكشة، عايز اعرف بتقول ايه في ظهري. مدير انا مش غريب، والحمد لله ان هي فضفضت لي ما فضفضتش لحد تاني. بس برضو لازم اعرف. دول كام اللي في ايدك دول يا مدير؟ خد يا سيدي. دي كده 3 5 7 9 100 فل 14. ها قالت لك ايه؟ قالت لي ان ديلك زي الدج عمره ما يتعدلش. هي قالت دج؟ مش بالظبط يعني، بس دي اللي ترانزليشن.
اوعى تكون جبت لها السيرة عن سوزي. هو انا لو كنت جبت لها السيرة عن سوزي كان زمانك قاعد قدامي دلوقتي. دولية مفترية باين عليها مش سهلة. خلي بالك يا مدير وخلي بالك من تحركاتك. انا لازم اقطع مع سوزي اليومين دول. عين العقل. المشكلة ان البت ما بتهمتش. سيب لنا البت سوزي ده انا هتصرف معاها. مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه يا حموكشة. كنت هتروح في داهية. متشكر جدا يا حموكشة انك نبهتني، ولو جت هنا تاني يا ريت تعرفني. لا ما تقلقش، ما مش هتيجي تاني خالص. ايه ده اشمعنى يعني؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا. يقطعني. ما تنجز يا حموكشة. انجز انت. ما عادش معايا فلوس. مفيش حاجة ببلاش. هديك زيادة الشهر الجاي. ده مين ده اللي هيقعد لك فيها الشهر الجاي يابا؟ انا خلاص قدمت استقالتي. مع السلامة يا خرنج.